كل عام وأنتم بخير. شكر الله لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على حبه وطاعته والعمل بأمره وإقامة كتابه وسنة رسوله، فنحن لا حياة لنا إلا بهذا الدين والقيام عليه والدعوة إليه وإشاعته في العالم كله مشارقه ومغاربه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ألسنة صدق له وألسنة دعوة إليه، وأن يوفقنا وأنتم جميعا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى العمل بهذا الدين العظيم، أن يجعلنا أهلا له لحمله تبعة وشعارا ودثارا نحميه وندعو إليه، وندعو الدنيا كلها لتحمله معنا ومن خلفنا ومن بعدنا، فليس هناك أفضل ولا أعظم من هذا الدين العظيم الذي جعله الله شعارا لأن يكون لحمة لأبنائه ولأمته جميعا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنا أشكر لكم يا دكتور اهتمامكم بأخيكم وسؤالكم عنه باستمرار، وأدعو الله دائما أن أكون حاملا لهذه البشرى معكم ومع المسلمين جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا عند الظن دائما بنا وبإخواننا وبأبنائنا في أنحاء العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي. المسلمون جميعا هم في العالم كله هم حملة هذا الدين وحملة هذا النور الذي هيأه الله للعالمين ليكون المخبأ الذي يحنو عليه المسلمون ويحتمي به المسلمون ويرفع رايته المسلمون في هذا العالم رجالا ونساء وشبابا وشبانا وبيضا وسودا ومن كل الأصناف. نحن لا يسعنا إلا أن نشكر لكم هذا الاهتمام بأخيكم في هذه الأيام التي نظن أنها الأيام الأخيرة من حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا أهلا لحمل هذه الراية العظيمة، راية محمد وراية القرآن وراية الرسل الكرام جميعا والصحابة الكرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملة هذا الدين من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شكر الله لكم يا دكتور أحمد وحفظكم، وتحياتي إلى أبنائكم وبناتكم وإخوانكم وأخواتكم وكل من يتصل بكم. سلموا على الجميع، بلغهم تحياتي ودعائي من الله سبحانه وتعالى أن يرفع راياتهم وأن يجعل لهم فرجا ومخرجا يخرجهم من هذه المحنة الصحية التي نزلت بالعالم كله. نسأل الله أن يشفيهم مما هم فيه ويخرجهم منه ويجعل لهم منه فرجا ومخرجا ويجعل لهم من هذا طريقا إلى الحق يعملون به ويعملون له ويدعون إليه، ويوفقهم إلى حمل الراية
في العالمين إنه سميع قريب. والله كم كنت أن أجلس إليكم وأن أستمع لكم وأن أبلغكم ما أحس به، أن تبلغوا تحياتي ودعواتي لإخواني جميعا وللمسلمين في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها، كل ما نستطيع أن نحدث به العالم نحدثكم به، وتحدثون به الدنيا بعدنا، وتحملون الراية إن شاء الله. نسأل الله أن نلتقي بكم أنتم وأحبتكم وأحبتنا والجميع نحتمل الراية للأمة كلها إن شاء الله. نسأل تعالى أن لا نصل إليه إلا وقد بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة وأدينا للأمة ما يجب عليها، وإن شاء الله الأمة بخير وتحمل رسالة خير للدنيا كلها، رسالة العلم ورسالة الرحمة ورسالة الأمانة. وقل آمنت بالله والحمد لله رب العالمين. أسأله تعالى أن يكرمكم ويحفظكم ويرعاكم ويرعى بكم، اللهم آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله.